السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده جايلكم فيديو جديد. الفيديو هيكون محتواه ازاي تختاري الشنط او فن اختيار الشنط اللي انتي هتجيبيها لجهازك، او عموما كبنت يعني هتستفادي من انهي شنطة. هقولك هتجيبي ايه بالظبط، والشنط هي اللي هتكون موجودة معاكي وهتفيدك جدا في كل مشاويرك. خليكم. اول شنطة معايا هي الشنطة الكيوت القمر دي. الشنطة دي حجمها يعني متوسط، ولا كبيرة ولا صغيرة، بس هي يعني الى حد ما كبيرة. الشنطة دي لازم تجيبي حاجة زيها كده. بصي، بيبقى فيها جيب من هنا وفيها جيب من هنا برضو، بغض النظر عن اللي جوه الجيوب يعني. وهنا برضو هي طبعا ليها دراع صغير، ممكن تشيليها كده وممكن تشيليها بالدراع الطويل ده. تمام، هي زوزتها للاخر كده. الشنطه دي كروس، شكلها حلو قوي قوي قوي. تنفع بقى لمشاوير بالنهار، لمشاوير بالليل، تمشي معاكي الاتنين. جميله وفيها جيوب كتيره وفيها سوسته جوه كده. الحاجات اللي بيبقى فيها جيوب كتيره دي بحبها قوي، بفضلها. بيبقى فيها كذا جيب ومتقسمه كده وحلو. تمام، زي ما قلت لكم الشنطه دي تنفع معاكي لاي مشوار، سواء بقى في الجامعه. لو انت هتروحي الجامعه الشنطه دي تبقى شياكه جدا جدا جدا، وهتبقى حلوه معاكي. حتى لو هتحطي فيها، هي تاخد كشكول يعني، لو هتاخدي فيها مثلا حاجه للجامعه او كتاب او كده، فهي حلوه وتاخد حاجات كتير، وشكلها شياكه، وتمشي كاجوال، وتمشي كلاسيك، تمشي كل حاجه. تمام، فدي كانت اول شنطه. تعالوا بقى نشوف هيبقى معانا تاني شنطه معايا، ودي انا مبهدلاها الفتره ديت شويه، لان هي اكبر حاجه بسيطه من اللي قبلها، بس دي فعلا دي كبيره وحلوه وشياكه وتنفع قوي للامهات. يعني انا حاساها مدامات كده، مش عارفه ليه. فهي بتبقى حلوه قوي على العبايات، لو انتوا بتلبسوا عبايات زيي. الشنطه دي بتبقى شياكه جدا وكلاسيك كده، وحاجه بسيطه ورقيقه وتحفه. فيها جيوب كتير قوي من جوه، زي ما انتوا شايفين كده، متقسمه كتير. بس هي متبهدله معايا الفتره دي، عشان انا الفتره دي انا ماسكه فيها يعني، مش عارفه، زي ما بيقولوا لازقه فيها. والجيب اللي ورا ده بيسعفني في حاجات كتيره قوي. الشنطه دي لازم برضو يكون عندك واحده منها، وزي ما قلت لكم دي تمشي جدا على العبايات. لو بتلبسي عبايات دي بتبقى تحفه مع العبايات. تمام. لو حتى بتلبسي كعب كمان، الشنط الكلاسيك دي تبقى جميله قوي، شكلها شيك ورقيقه. هي لونها بني، طبعا انتوا بقى زي ما بتفضلوا الالوان اللي تعجبكم. دي شكل بس مش بتتفتح، بس هي ليها سوسته من هنا وفيها جيوب كتيره من جوه زي ما انتوا شايفين. ودي كانت تاني شنطه معانا. تعالوا ما نشوف بعد كده. دي تالت شنطه معايا، واللي هي الكروس اللطيف ده. هي صغنطوطه، هي مش صغيره قوي يعني، بس انا بحب لبسها لو انتي خارجه مشوار سريع. يعني هي مش تاخد حاجه، لو تحط فيها بس الموبايل والفلوس، علبه مناديل، حاجات بسيطه كده. هي بتاخد برضو حاجات كتير، ممكن تحط فيها مثلا شويه حاجات حلوين يعني، شويه اوراق، شويه فلوس. يعني دي بمعنى اصح للمشاوير البسيطه او المشاوير السريعه. خارجه خروجه مثلا، رايحه مثلا السوبر ماركت، نازله تجيبي طلب من تحت، خارجه خروجه اللي هو رايحه تشتري طلبات وراجعه، يعني ما انتش رايحه مثلا عند حد او رايحه مناسبه او كده، فدي هتمشي معاكي قوي. لازم برضو تجيبي واحده منها. طبعا انا بقول كلمه لازم، يعني مش لازم اللي هو انتي لا لازم وتجيبي وكده، لا، كل واحد طبعا بيجيب على قده. كل حاجه، كل واحد بيجيب الحاجه اللي تعجبه. مش شرط انك تزنقي نفسك وتجيبي كذا حاجه، لا، تجيبي اللي على قدك. وخلي بالك برضو، انا ما روحتش جبت الشنط دي كلها مره واحده. يعني انا بيبقى معايا فلوس مثلا، عجبني حاجه بجيبها، مش لازم اللي انا اجيب كل. اشوف الناس بتعرض كده في الفيديوهات ده شنط كتيره، اللي انا لازم اجيب ده كله. لا طبعا، لا طبعا، احنا مش جايبين يعني، الواحد ما بيجيبش كل الكميه في نفس الوقت. انت بتجيبي على فترات، وفي الاخر بتلاقي عندك دولاب كده ما شاء الله ملان شنط منين ما تعرفيش. فالشنطه دي حلوه قوي للمشاوير السريعه، وتنفع اول خروج، وتنفع برضو للجامعه. وطبعا انا فاتحاها هنا، هي سوستتين كده اهيت، وليها طبعا ايد طويله. انا بحب الشنطه دي جدا جدا. اي شنطه تحسوها شكلها متبهدل عندي كده، تعرفوا ان انا بلبسها كتير. دي برضو بتمشي مع العبايات، بتمشي مع لبس الخروج ايا كان يعني، بنطلون، جيبات، اي حاجه. دي بتمشي مع اي حاجه، تنفع للبنات قوي 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 قوي.
هي اكتر حاجه بتمشي لو انت لابسه كاجوال، يعني لو انت لابسه مثلا جاكيت جينز، لو انت لابسه جينز هيبقى شكلها تحفه مع الجينز. الحاجات دي بحبها مع اللبس اللي هو الخروج الكاجوال، مش زي التانية اللي انا قلت لكم بتلبس مع العبايات، لا دي كاجوال اكتر. تمام، حلوه برضو لذيذه وشكلها حلو قوي وليها دراع طويل. معايا بعد كده برضو ديت، انا بحاول اعرض لكم جميع المقاسات وجميع الاشكال، وبرضو بغير لكم في الالوان. انت يكون عندك لو انت عروسه مثلا وبتجيبي لجهازك لازم يكون عندك اشكال كتيره مختلفه، اللي يليق على ده واللي يليق على ده، كل حاجه طبعا. ممكن تجيبي يعني وانت بتشتري الطقم تجيبي الشنطه تبع الطقم، اللي هو الشنطه بتاعتك تمشي مع الطقم الخروج اللي انت هتخرجي بيه. الشنطه دي تنفع لحاجات كتيره، تنفع في اي مشوار بقى، تنفع تلبسيها بالليل، تنفع تلبسيها بالنهار، تنفع تروحي بيها كليه، تنفع تروحي بيها. وخلي بالك هي كبيره قوي، هي كبيره كبيره يعني. ماشي، فدي كانت كام شنطه؟ دي رابع شنطه معايا. تعالوا يلا ما نشوف اللي بعد كده. الشنطه دي بقى اللذيذه اللطيفه العسل القمر السكر ديت حلوه قوي. بصوا هي سوسته كده وسوستتين، وفيها برضو سوسته صغيره من جوه. هي جاي معاها السلسله دي الكتف بتاعها، وكان جاي معاها دراع تاني من اللي هو العادي اللي هو زي ده، بس انا شلته يعني بفضل ده احلى. دي بقى تلبسيها بالليل، دي عايزه خروجه بالليل، تبقى شياكه قوي 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 بالليل. يعني انا هي دي ما تنفعش نطلع بالنهار عشان السلسله يعني، وعلشان هي بتتشال كده، ممكن تشيليها كده من غير السلسله بتاعتها، وممكن تشيليها بالايد بتاعتها ديت. هي في كلا الحالتين جميله ورقيقه، وتمشي معاكي خروجات بالليل، تمشي معاكي سهره لو انت لابسه فستان برضو او راحه فرح او كده. الحاجات السلاسل دي اصلا انا بحبها في لو على فستان بتبقى شياكه قوي. هي رقيقه مش مبهرجه ولا فيها لمع ولا حاجه، بس عشان السلسله فانا حاسه ان هي تنفع خروج بالليل. تمام، هي برضو مش هتقول لا لو انت خرجتي بيها بالنهار، بس بلاش ده يعني، بلاش ده هيبقى اوفر قوي معاكي. او لو لابسه عبايه سودا بيتهيألي ده هيبقى حلو معاها، هتبقى لايقه قوي لو عبايه سودا، لان العبايات السودا اصلا اي حاجه اكسسوري بتليق معاها، وبالذات اللون الذهبي، اي حاجه ذهب. تمام، تعالوا نشوف اللي بعد كده. ده بقى مش عارفه تقولوا عليه ايه، بورتفيه، بوك، انا مش عارفه، المهم انا بقول عليه بوك او شنطه صغيره. ده يا دوبك بس بياخد الموبايل والفلوس. تمام، في اصلا اصغر من ده ممكن ما ياخدش الموبايل، فده حلو برضو اهو. تمام، هو معاه هنا سلسله برضو زي اللي انا وريتهولكوا قبله. ليه سلسله كده تشيلي منها، بس ده صغنطوط قوي، لو عايزه تشيليه بالسلسله شيليه، بس ده صغير، ده يا دوبك ياخد الفلوس والموبايل. تمام اهو، ده يتشال في الايد كده يبقى جميل قوي. طبعا انتي وراحتك، اي شكل واي لون انتي يعجبك هاتيه. ونصيحتي يبقى يكون عندك من ده 2-3، يعني يكون عندك من ده 2-3 يبقى احسن، عشان لو انتي خارجه خروجه سريعه ومش حابه تشيلي شنطه، يا دوبك تشيلي الموبايل بس والفلوس معاكي، تاخدي حاجه من دي في ايدك كده سريعه وشكلها شيك على هدومك اللي انت لابساها، تطقمي مع الطقم الخروج اللي انت لابساه، فتجيبي من ده 2 أو 3 هيبقوا حلوين قوي. لا تكتري ولا تقللي، وتبقي برضو على قدك، يعني كل واحد يجيب على قده يا جماعه. ده حلو قوي، ما تنسيش تجيبيه، ويكون عندك حاجه من دي. وفي طبعا اصغر بتشيليه معاكي كده كده عشان تحطيه في قلب الشنطه. انا ما عرضتلكوش كله، انا بحاول بس اجيب لكم من كل حاجه نوع علشان تشوفوا الاشكال معايا. ممكن بقى تجيبي كمان اي شنطه او اي شنطتين الوان على حسب هدومك، تليق مع الطقم بتاعك، مثلا لون الكوتشي لون رقيق مثلا في الطقم تجيبيه. فانا برضو قلت اديكوا نبذه. هي الشنطه كانت محطوطه وسط الشنط وانا ما لبستهاش بقالي فتره، فهي متطبقه كده، بس هي حلوه برضو وصغيره اهيت من ورا. بصوا بتاخد برضو حاجات كتيرة وحلوة للمشاوير، جميلة قوي وتنفع للجامعة، جميلة. وبس كده، دي كانت الفيديو او كانت الحلقة او الفيديو اللي انا عملته النهاردة. يا رب يكون الفكرة عجبتكم. وما تنسوش يا جماعة كل واحدة تجيب على قدها، وكل واحدة طبعا ليها ذوق. انا ممكن يكون ذوقي وحش بالنسبة لكم، انتوا ذوقكم احلى، كل واحد ليه ذوق، كل واحد يجيب اللي على مزاجه، كل واحد يجيب على قده. حبيت اقول لكم فكرة، يا رب تكونوا استفدتوا منها.
ايه اللي تجيبيه وايه اللي ما تجيبوش. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وتنزلوا تشتركوا في القناه. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.